النهاردة هنتكلم عن سلسلة من أهم سلاسل ون بيس كلها، وهي شرح قصة ون بيس، القصة الأسطورية، القصة اللي مش هيجي زيها تاني. مهما تقولي جملة عمالقة، تقولي أي أنمي تاني، مش هيجي زي قصة ون بيس عبر التاريخ. سواء في البداية، سواء في النهاية، سواء في الحبكة وربط الأحداث. فأنا في الفيديو ده هنبدأ سلسلة مع بعض كده اسمها تعالى معايا وعيش اللي عشته في قصة ون بيس. هي اسمها كده. هتقولي ليه اخترت الاسم ده؟ علشان هعيشك بجد معايا اللي انت ما عشتوش قبل كده، قصة ون بيس. فقبل ما ابدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو علشان نوصل ل1000 مشترك. عايزين نوصل الفيديو ده ل200 لايك، نقدر والله يا شباب. يلا بينا بداية القصة. طيب بداية القصة كانت عبارة عن ايه؟ ظهر ايه؟ طبعا بنشوف ملك القراصنة جولدي روجر على منصة الإعدام. ايه سبب وجوده على منصة الإعدام؟ ما سألتش نفسك هو ايه سبب وجوده على منصة الإعدام؟ سبب وجوده باختصار ان هو أصبح ملك القراصنة واكتشف حقيقة القرن الفارغ. بعد ما هو اكتشف حقيقة القرن الفارغ للأسف هو ما كانش الشخص المختار. اختار لإيه أو لإيه أو إيه؟ أنت بتقول إيه يا باسم؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول شخص مختار ومش عارف إيه وكلام كبير كده. ما يا صاحبي انا جاي لك في الكلام بس اتقل عليا. خلينا نكمل. هو اتعدم ليه؟ زي ما قلت لك